عرفت تتعامل صح، عندك ثقة أصلا. ودي تالت نقطة، ثقتك بنفسك. الحوار اللي بتقوله ده هيفيدك طبعا. ليه؟ اتعلمت المهارة، فبالتالي بتعطي وتنتج، ما بتبقاش صفر، ما تبقاش الحصيلة صفر، لا ده انت هتنتج على مستواك الشخصي الذاتي انت، او على مستوى المجتمع اللي حواليك، او مستوى العمل اللي حواليك، فتبقى فرد فعال في المجتمع، ما انتش تقييمك صفر ومع كل اللي حواليك، مش بس مجال معين ولا محيط معين، لا. رابع حاجة أصلا مهارة التعامل مع الآخر بطريقة صحيحة ينتج عنها مجتمع راقي. بصوا بقى، في مكارم أخلاق يعني، إنما بعث لأتمم، هو كده. كل واحد عارف يتعامل مع التاني باحترام متبادل، بثقة متبادلة، مفيش تعدي على الحقوق، الخصوصيات محفوظة عندك أو عند الشخص الآخر. الأربع خطوات دولت مهمين جدا عشان أنت تعرف إزاي تتعامل. طيب خلينا نشوف خطوات التعامل دي هتكون ازاي. انا عايزاكم تتابعوا معايا بجد اللي جاي ده، لانه مهم جدا. اكتبوها ورايا واعتبروها دوره او سلسله بديها لكم مجانا. ادي لنفسك فرصه ووقت زمني انك تنفذ الخطوات دي، وجرب مره واثنين وثلاثه وعشرة ومليون. هتلاقي انت كل مره انت نفسك اتحسنت على المره اللي قبليها، وبقيت احسن من المره اللي قبليها. المهم ما تيأس، لان المشكله ان احنا بنيأس من نفسنا جدا. ما تيأس وكرر، وخلي بالكم من المعلومه اللي هقولها دي. اي تغيير سلوك او رؤيه نتيجه ملموسه حقيقيه من 3 ل 6 شهور. ما تستعجلش على نفسك وما تيأس وتقعد تخلي بقى، لا خلي عندك سياسه النفس الطويل، اصبر على نفسك. طيب ايه الخطوات؟ اعمل ايه؟ ركزوا معايا بقى. اول حاجه، لا مش اول حاجه، ده اول واهم خطوه، انك تترك انطباع، اللي هو الانطباع الاول الايجابي، لازم يكون جيد، مش سلبي. السلبي ده هيخسرك كتير. هقول لك ازاي. تعالوا نتعلم مع بعض، سهل وبسيط جدا جدا ان شاء الله. ليه بنقول ان دي خطوه مهمه جدا جدا؟ لان بصراحه اول 20 ثانيه في تعاملك مع اي شخص هم دول اللي بيأثروا فيك بنسبه كام؟ فوق 90%. فالمهم يقول لك ايه؟ اللفته الاولى، النظره الاولى، الانطباع الاول. فلو انت سبت انطباع كويس في اول 20 ثانيه دول ايجابي وجيد، تمام، انت 10 على 10. هيفتح لك باب كبير للتعامل المريح والممتاز، لان تاخد عندك انطباع جيد. طب لو كان سلبي، بيقفل كل الابواب، سواء على المستوى انت كشخص، لا 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 ده ايه مش عارفين، لا 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 مش هقدرش شفتوا عاملين، لا 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 ما نقدر. سبت انطباع سيء. محيط العمل ذات نفسه اللي فيه، او مستوى يعني، سواء على مستوى الشخص او الزمايل مثلا. فخلي بالك، خلي بالك من النقطه دي، مهمه جدا. طب نعمل ايه يعني نعمل ايه عشان اسيب اول انطباع جيد؟ يعني ما هو الكلام حلو، اعمل ايه؟ انا بتاعت اعمل ايه؟ اديكوا الخطوات على طول عشان تترك انطباع جيد لاول مره في لقاء او في تعامل. 5 خطوات ومهمين جدا جدا. اول حاجه الابتسامه، يلبكوا ثواب يعني، مش ما عليهاش جمرك، هي تبسمك في وجه اخيك صدقه. صدقه. فاكرين قصه التاجر المليونير اللي بيقول لك انت عنده محل قد كده بس بقى منه فاتح منه مصانع؟ قال الابتسامه اكسبتني $1,000,000. ليه؟ عشان كان بيبتسم في وش الناس. فمش هتستعدي على الاخر، مش هتستعدي عليه، لا انت في الاول وفي الاخر عندك جزئيه مهمه جدا، ايه؟ تبسمك. فما جاك كانوا تاني مكشر، يعني انا عندي مشاكل الدنيا في البيت ومشاكل ده في الغيط ومشاكل، انا مالي؟ اللي قدامك ده ذنبه ايه يعني؟ تبسمك فجأة، والابتسامة بتفتح. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بسام المحيا كده، يضحك حتى بان نواجذه، مش اكتر من كده، مش تبقى سفيه مش كده خالص. والبنات لا، ممنوع طبعا. مجرد البسمة ووجه مبتسم، اللي قدامك مش ذنبوش حاجة.